بسم الله ولا بس إله حبيت إلا اقول لكم الله. حاجه كده في الزرع صلاة عندي. وسلاما عليك يا انا خير كنت زارعه خلق الله. الطماطمايه من بذر اللهم صل الطماطمايه، وسلم وبارك على سيدنا محمد ولقيتها وعلى آله وصحبه مطلعه وسلم. تسهيل. بس يسعد انا مساك رحت ويسعد شايله جميعا وأوقاتكم إن التسهيل شاء الله تكونوا لان بخير. بصراحه معلش مبدئيا أنا العنقود بعتذر زرعها ضعيف، وهي عن برضه حسب التأخير. الطريقه اهيت فاسبابها وده بيض. لظروف ما ان شاء يعني. الله هرشها، لان فبس طبعا لكن انا أنا لو بقى سبت قناتي يعني أنا التسهيل يوم بقى بقدم العنقود محتوى ضعيف ما من الزمن يستحملش. الجميل، دي كنت كطبخ زرعاها على من بذر البابور، طماطمايه عندي. أو أشياء تراثية زراعة يا كده جماعة، جميلة. الزراعة حلوة. ويوم بقدم فيديو السلام عن عليكم ورحمة الطيور. الله وبركاته. يعني يوم ازيكم كده عاملين ويوم ايه؟ يا كده رب تكونوا عشان بخير. يبقى القناة النهاردة فيها بقى هقولك، منوعات، لو انت جايبة وما بط يبقاش على فيها بط ملل وعايزة ويبقى على فيها بط وعايزة تحطيهم معلومة في مكان مفيدة. واحد لانك ما يلا بينا عندكيش نبدأ مكان، الفيديو، يلا بينا هقولك نبدأ تعملي الفيديو. ايه. وعندك اقوى مضاد حيوي. هنقول وداعا للدكتور البيطري، مش هتروحي للدكتور البيطري تاني. إيه، بس شوفوا بقى الاول عشان اقول لكم حاجه، ان نقل البط ما بينفعش. اهو خير دليل على ذلك ان انا إيه بتكلم على نقل البطه الرقد. انا حطيت لها البيضه هنا عشان تبيض في المكان دي. البيضه زي ما هيت ما بطتش عليه، راحت بقى بطت فين؟ في المكان اللي هي عايزه تبيض فيه. بطت هنا اهو. هقول لك بقى على مضاد حيوي فعال، بس الحاجات ديت يتحط منها، يعني ما تزوديش، لان الحاجة بتقلب للضد. كل حاجة بتقلب للضد. مش كل يوم تحطيها، ده هي مرة واحدة في الاسبوع فقط. إيه، لانك انت لو انت حطيتي زيادة منها بتحصل ايه؟ بتحصل مشاكل، بيحصل تضخم في الكبد. تبص تلاقي الطرة واقفة ما بتاكلش ولا بتشرب يوم يومين وتموت. فليه؟ خسارة، حرام، انت اولى بيها. طيب لو انت جايبة بط على بط وعايزة تحطيها على بعضيه، لانك انت ما عندكيش مكان. اولا بقى انا عايزه انضف المكان خالص، لان المكان هنا ما ينفعش، والنظافه دي عامل اساسي في تربيه الطيور. طيب انت بقى عشان يعني الفيديو هو مختصر، وانا مش عايزه اطول عليكم عشان خاطر ما تملوش. طيب بس انت بقى لو عندك بواقي اكل لازم تكون نظيفه، تحطها لهم نظيفه. ما ينفعش تحطها كده تغسليها كده وتحطيها. وبرضو يعني ما تحطيش اي حاجه. ما ينفعش ابدا تحطي حاجه معفنه خالص، لان ده هيعمل مشاكل للطيور، وده سبب من اسباب موت الطيور. طيب هتحط ايه بقى؟ الخل. هتحطي يعني شوفي، يا ريت توزنها بسرنجة، بس انا ما عنديش سرنجة. اللتر عليه 5 سنتي. والمعيار هنا مهم جدا جدا. واللي وصلت معايا لحد هنا ما تنسانيش من اللايك والشير فضلا وليس امرا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.